استاذ حيرم لا تقدر تكلمنا عن اول فيلم؟ هو يتكلم عن نفسه، انا ما بحبش اتكلم عن حاجه، وده اول تصريح. ومبدئيا كده وقبل اي كلام احب اوجه للساده النقاد، محدش يكلمني عن اللي حصل في المهرجان الاخير عشان الموضوع ده بيزربني، واللي عايز ينتقد ينتقد، بس ينتقد بقله ادب ويفتكر ان محسوبكم ما ترباش. واحب اشكر مهرجان وغوشه على التكريم ده. هو اتاخر شويه بس مفيش مشكله، ده انا حتى اتوغوشت. استاذ حيرم مبروك التكريم. ده سؤال صعب قوي. لا انا ببارك لك على الجايزه بس. مش قلنا يا جماعه بقى نختصر في الوقت ولا نسيت اقولها؟ نختصر في الوقت لان انا وقتي من ذهب والجرام دلوقتي ب 300. استاذ حيرم احكي لنا عن بدايتك. ده سؤال حلو قوي 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 قوي. انا ابن مرحله زمنيه صعبه قوي. نشأت وترعرعت وسط احضان عيلتي، ولكني تفوقت في ان احافظ على ادميتي وانسانيتي وسط مجتمع عشوائي كله حمير. اتضربت كتير على قفايا بس استحملت، شلت حمول ياما على ظهري بس كملت، مشيت كتير قوي بس عمري ما تهت في طريقي. تصفيق. طب استاذ حيرم بعد اذنك ممكن تقول لنا راي حضرتك في الفن اليومين دول؟ والله الفن حلو بصراحه، وانا داخل الفن خلاص من اوسع الابواب. الفن حلو واللي عايز يعمل حاجه بيعملها، واللي مش عاجبه حاجه ان شاء الله عن امه ما عجبه. اهم حاجه تكون الاغنيه بترقص، والمسلسل بيهجص، والفيلم في السينما بيخلص، واللي بيطلع على التلفزيون بيعط. طب ممكن تحكي لنا عن القضيه؟ القضيه اللي كانت عليك يا لا القضيه دي انا خلاص خرجت بكفاله يا حبيبي. وعشان نبقى فاهمين، مش معنى ان انا اتمسكت بمخدرات اكون بشربها، ممكن اكون بتاجر فيها. انتوا مش شايفين الغلا والظروف اللي احنا عايشين فيها؟ استاذ حيرم اللي حصل معاك في اخر مهرجان، لا انا قلت 100 مره ما حدش يجيب لي سيره الموضوع ده عشان بينرفزني بيزربني. احنا كتر خيرك، احنا بتوع فن، اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس. كتر خيركم انا معتذر. سلام عليكم. مفيش استاذ حيرم، كتر خيركم. ده شويه بهايم يا حمير، يا بهايم يا اغبياء. الكرة في مصر تغلط. الكرة مع اعمالي. ده سؤال كويس. اعمالي اللي جايه بحضر لمجموعه اعمال كتير قوي. الفتره اللي جايه تشوفوني كتير قوي لان عندي ضغط شغل كتير قوي. انا حمار شغل. حضرتك ما ذكرتش ايه الاعمال برضه؟ الاعمال هيبقى سحر وشعوذه. بحضر ان شاء الله الفتره اللي جايه لروايه بعنوان لماذا يجب في البرسيم؟ هل لان الارض كانت خصبه واصبحت بور، ام لان البور اصبح؟ يعني هو موضوع كبير جدا. اللي هيجيب الروايه هيقراها هيلاقي كل حاجه. ده بحضر لفيلم ان شاء الله اسمه عوده التبن الضال. كمان بحضر لبرنامج مع الاستاذ خميس الحديدي، وبحضر لبرنامج كوره مع الكابتن رضا عبد العال، اهم من رضا ابوك وامك، وده خبر اكسكلوزيف في المهرجان ده. واحب اشكركم خلاص عشان انا عندي شغل مش فاضي. لا معلش انا وقتي من دهب. انتوا عارفين الجرام بكام؟ يا بهايم، يا عشوائية حمير، مستضيفوا مين يا حبيبي؟